ايه اللي ايه؟ بص على الجمال يا اسطى، خلفاء العباسي. يلا عشان الوزاره. وللاسف سرقني يعني، ان انا اروح سليم اهم من ان انا اروح بسرعه. مع أطيب تمنياتي لكم بمشاهدة ممتعة أخويا وحبيبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي وحبايبي اغلى متابعين في الدنيا. النهاردة عندنا اكتر من مشوار. هنروح وسط البلد ميدان لازوري، وهنروح المعادي. اجواء رمضانية جميلة بنودع فيها رمضان يا جماعة. الموتوسيكل سامع فيه زي تكتكة كده من عند الجنزير، عايزين نروح نصينه. يعني نربط الجنزير ضروري. ما اظنش ان صوت التكتكه دي هتبقى واصله عندكم عشان المايك حاطه جوه هدومي، بس ان شاء الله خير يعني. ودي أجواء شارع الريحانة يا جماعة من عند أسواق البطل. دي مستشفى الريحاني، مسجد التوحيد. هنخش الشارع ده نركن جوه شويه كده، نجيب الايربودز عشان لو حد كلمنا، ونركب الموبايل في الهولدر. ماشي. النهارده يا جماعه هنروح السوق الحضاري عشان اجيب قطعه غيار لكرسي المكتب بتاعي، عشان اقعد امنتج لكم الفلوجات دي. الفلوج ده والفلوج التاني بتاع الشيخ زايد الاخير. فعندي شغل وما عنديش كرسي مكتب. الكرسي اللي موجود بلاستيك كده، مش بتاع القعده الاوقات طويله. يا مسهل الحال يا كريم. عايزين نغير زيت برضو. كده مشينا على الزيت حوالي 546 كيلو. خش يا باشا، خش يا باشا، خش يا باشا، خش. وهنا دي أجواء طريق كفرة هرمس لحد كده إيه المساكن. يا مسهل الحال يا كريم يا رب. 26 رمضان النهاردة، كل سنة وانتم طيبين. انا بقول نغير زيت لما نرجع نكون كملنا 600 كيلو مثلا على الاقل. هي كده كده الموتوسيكل متفول، ما طلعتش بيه غير مشوارين بعد التفويلة ما يكملوش حوالي 120 كيلو تقريبا. فخير ان شاء الله خير. ابو سعيد مجمع مدارس كمال الجنزوري اللي عدى ده. نخش من هنا من التلاتيني. اضحك اضحك. زي ما شفتوا كده في نهار رمضان، انا مش عارف مين صاحب مقولة اذا لم تستحي فافعل ما شئت، بس من موقعي هذا من قلب التكاتك والميكروباصات شابو ليك، اقسم بالله شابو ليك. وهنا احنا خلصنا شارع ال40، والحتة اللي احنا داخلينها دي اسمها السبعة. كنت بلعب فيها وانا صغير بالعجل انا واخواتي يعني. كانت ايام جميلة، احلى ايام عمري. لما كان ابويا الله يرحمه ووالدتي الله يرحمها بيبعتونا نلعب بالعجل. ده السوق الصغير اللي في شارع العشرين. طبعا السوق الكبير اللي هو سوق علي بيبقى اخر اي شارع شمال من الشوارع اللي على شمالنا دي. بس ده سوق برضو مش بطال خالص، حلو يعني. انا شايف حد بتاع سمك فرش اسماك تونة، اللي هي سمكة التونة ام زعنف صفرا.
اللي هي بيصطادوها من الغردقة، اللي اليابانيين بيحبوها جدا دي، وخضار وفواكه. جزارة كتير بقى زي ما انت عايز تقول، قول كذا جزار في نفس الشارع بيبيعوا خرفان صاحية. ليا واحد صاحبي اخ ليا عنده غاية حمام هنا في عمارة من دول. احكي لك حكاوي كده. احنا خرجنا على طول يعتبر على اول فيصل بعد كلية التربية، قبل اول فيصل بحاجة بسيطة. هتلاقي قدام شوية على ايدك الشمال هنا اتوال، والشارع الجميل ده بس انا مش عارف اسمه شارع ايه. عايز اخش اسأل على عصاية سيلفي عشان عصاية السيلفي بتاعي. في الفلوج اللي فات عملت خير، يعني ركبت ورايا حد وكنت لابس شنطة. عارفين الشنطة اللي هي اللي بتتلبس على الوسط دي، اللي هي بتتربط في وسط البني آدم؟ فكنت لابسها على كتفي كده. والله عملت خير، ركبت حد من على الصحراوي خدته لحد العمار او لحد ما هيركب المواصلة بتاعته، وللأسف سرقني يعني. وده يعلمك ايه بقى يا صديقي الانسان؟ ده يعلمك ان اتقي شر من احسنت اليه، فعلا حرفيا. سرق عصاية السيلفي بتاعت الكاميرا DJI بتاعتي، بس ان شاء الله هجيب غيرها يعني، ربك يعوضني احسن منها عشان انا كانت نيتي كويسة. هعرض لكم فلوج ان شاء الله، بس هي اكيد السرقة مش واضحة فيه لان انا كنت لابس الشنطة على كتفي، والكاميرا زي ما انتم شايفين في التصوير دلوقتي كده ده مكانها الطبيعي بس. نولع السيجارة برضه. الولد اهو. كده احنا على كوبري فيصل متجهين لشارع مراد في الجيزة زي ما هتشوفوا معانا اخواتي وحبايبي. معلش مني دلوقتي السنترال. ده طبعا شارع مراد زي ما شرحنا لكم قبل كده. شارع مراد طبعا زي ما احنا عارفين فاتح فيه العبد مؤخرا، وفاتح جاد من زمان، ومن احلى الشوارع القديمة في مصر شارع مراد. دلوقتي احنا داخلين من الشارع اللي على ايدك اليمين ده، ممكن يخرجنا على شارع النيل ناحية المحلات والمراكب وقلة الأدب. excuse me. البنك خرج. طبعا الزحمة اللي انتوا شايفينها دي طبيعية عشان تكدس الموظفين في المرور يعني. كل واحد بيخرج يركب عربيته فبيحصل زي تكدس مروري. احنا هنطلع كوبري الجامعة عشان داخلين وسط البلد كده ناحية ميدان لازوري. هنشوفه مع بعض في الفيديو طبعا بعد شوية. دي جنينة الحيوانات، بنتمنى من ربنا ان هي تشتغل في اسرع وقت عشان افسح فيها اولادي زي ما والدي الله يرحمه كان بيفسحني فيها وانا صغير. يا رب يسهل الحال الكريم. ده كوبري الجامعة.
العماير اللي على الشمال ده يا جماعة كان فيهم سفارة زمان لإخواننا البعدة. أخ لينا في وقفة احتجاجية طلع يتسلق العمارة دي كلها من بره كده على التكييفات وعلى الحاجات اللي من بره العمارة. كانت لقطة تحفة. الله يكتر خيرك، وربنا انت راجل زور. بص عربية جيلي مش معلقة نمرة. جدع. ايه اللي ايه؟ انت ما عندكيش مراية يعني؟ عصبتني والله يا بنت اللذينة. يا جماعة حد يقول لي الستات ان هما مكانهم المطبخ يا جماعة، يخشوا جوه يشوفوا لنا لقمة ناكلها ويسيبوا السواقة ويسيبوا الكلام ده وبالمرة احنا نعيش. يعني لو مش هيضايقكوا يعني نعيش يا جماعة. عندنا عيال عايزين نربيها يعني. لو وقعتيني كسرتيني مش هتروحي انت لعيالي تقولي لهم خدوا كله. يا ساتر على الستات وسواقتها. اقسم بالله شفتوا اللقطه يا جدعان؟ مش مشغله اشاره ولا وداخله يمين كسر عليا وانا معدي من جنبها عادي. وكده احنا عدينا القصر العيني ناحيه مركز السموم كده ومتجهين في طريقنا هنطلع على وسط البلد زي ما احنا. لو وصلت معايا لحد هنا ما تنساش تعمل لايك وتعمل سبسكرايب للقناه عشان تتابع معايا كل جديد اخويا وحبيبي. وبنحاول نخرج من الزحمة كده. احنا على شمالنا القصر الفرنساوي وعلى ايدينا اليمين بتوع المستلزمات الطبية. راكن ركنة معفنة سواق التاكس. ودلوقتي احنا في شارع القصر العيني ومتجهين في طريقنا قدام هتلاقي ميدان التحرير وقبليه مجلس الشعب. والشارع ده عامة بيقع في جاردن سيتي. حلو شكل المبنى اللي في وشنا ده. مدرسة تعليم الخاصة المشتركة جاردن سيتي. نتكلم عن المبنى ده. شكله حلو، تحس ان انت في معبد في الأقصر. ودلوقتي احنا خارجين على شارع الفلكي واقرب محطة مترو منكو هنا هتبقى محطة سعد زغلول. دلوقتي يا جماعة احنا اللي في وشنا ده ميدان لازوري. ما اعرفش ايه قصته في التاريخ ولا اعرف ايه حكايته، بس هو واقف ماسك سيف ولابس جلابية وعمامة. وفي وشنا دلوقتي جاد وزي ما احنا ماشيين بنتفرج على شوارع وسط البلد الجميلة المغطاة بالأشجار. حاجة في منتهى الروعة كأنك ماشي في وسط لوحة جميلة. طبعا لو هتسألني الشوارع مش زحمة ليه هقولك عشان ساعة العصر دي الناس بتبقى مريحة شوية قبل الفطار. وسط البلد جميلة جدا يا جماعة.
كده احنا رجعنا تاني لميدان لازوري. دلوقتي بقى انا محتار والله، احنا متجهين للمعادي، يا ترى انسب طريق ناخده اكيد مش الكورنيش خالص في الوقت ده، الساعة داخلة على 3 ونخش دلوقتي احمد سعيد نخرم ناخد الاوتوستراد، واسهل طريق للاوتوستراد ان احنا نخرم من هنا. سوق الاتنين يا جماعة عن جمال الفاكهة حدث ولا حرج. واو ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. كمل على طول ولف السيدة موزة عشان انا مش عارف الشوارع دي هتطرني على فين. يلا عشان الوزارة استعجل اوي وراك الوزارة يا خي. هي حلاوتها في الدنجالة كده، السكوترات والبايكات والكلام ده. دنجل يا عم، ورانا ايه؟ حتى لو ورايا مشوار وورايا عميل وعايز اعمل واسوي برضه بالراحة، ان انا اروح سليم اهم من ان انا اروح بسرعة. اللي شايف كلامي غلط يا جماعة يكتب لي في الكومنتات. A few moments later. مش معنى كده ان انا ما بجريش يعني، او ان انا لا انا بجري، بس لما يبقى في طريق. يعني على طريق السخنة انا بجري، على طريق السويس بجري، بس في مساحة، في مساحة كبيرة ان انت تلم نفسك. بص الولدين اللي قدامي دول بيقطروا الولد ابو سكوتر مع السكوتر الجديد ده، عشان لما اقول لكم احنا اجدع شعب في الدنيا محدش يجادلني ولا يناقشني. احلى مسا على كل بلاد العالم. لو شفتوا المنظر ده في اي حتة في الدنيا غير في مصر اكتبوا لي في الكومنتات. دلوقتي زي ما احنا بنتمشى في شارع بورسعيد اللي هو اخره السيدة زينب رضي الله عنها، كده احنا داخلين على شارع احمد بن طولون اللي على اوله طبعا صوبيا توتو، وهتلاقي جوه المساجد الاثرية الجميلة. اتمنى يكون واضح عندكم المنظر من هنا، مساجد اثرية. واو ما شاء الله تبارك الرحمن يا جمال المعمار. بصوا المأذنة اللي قدامنا والطيارة والحمام. واو مركز التكنولوجي لخدمة المواطنين حي السيدة زينب وحي خليفة بي. ماشي يا وحش. واو ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. وزي ما احنا متجهين في شارع احمد بن طولون متجهين لشارع خليفة. بصوا المسجد ده تخيلوا مبني من كام سنة ما شاء الله. بصوا الدكاكين بتاعت زمان. بصوا المسجد. اتمنى يكون واضح عندكم في التصوير. استنوا هبعد شوية عشان ابعد عن الصورة واجيب لكم
السياحة هنا كويسة إلى حد ما. متحف جاير هندرسون. خش يا محترم. ورب الكعبة احنا شعب اجدع من 100 GPS. احنا عايشين بقالنا 7000 سنة بنسأل بعض وبنوصل بعض. لا ده انت كده صعب، انت كده نزلت. لا 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 رد بقى. ناس واقفة بتشتري فسيخ ورنجة وحاجات زي كده. بس انا كده عرفت. دلوقتي احنا في شارع الخليفة، الشارع اللي فيه ساحة السيدة سكينة واخره السيدة نفيسة. بقولك بس تقريبا العربية دي كهرباء. ثواني يا اسطى اظبط الكف المراية، استنى. يا شباب شايفيني؟ بس لا، عربيات كتير جدا. بقول لك الفراجن برضه، بس العربية دي كهرباء برضه. انتوا سواقين ولا ايه يا عم؟ وانت شكلك سواق. ساحة السيدة سكينة. بتوع العربيات متغاظين مننا عشان بنسلك في الزحمة. ما ده ستنا. طيب يا عم. وانت ماشي في الشارع ده بتحس ان انت ماشي في فيلم قديم، افلام نور الشريف. يا مسهل الحال يا كريم. بص على الجمال يا اسطى. خلفاء العباسيين. خلفاء العباسيين. سيدي عبد الغني تحس ان انت مستني تشوف واحد لابس جلابية بلدي وواقف بنبوت ورابط العمامة وفتوة. كيت آلف بيت ان شاء الله. نأسف لبشاعة الكلمة لو هتضايق مننا بعض الأشقاء. مكتوب عليه كيت آلف بيت. طبعا انا عارف ان الكلمة دي هتوجع كتير من اخواتنا، بس مصر الاساس. هي مش بالفلوس، هي بالمواقف، بالغريب، بالاصالة، بالجدعنة، بالرجولة، مش بالدولارات خالص. احنا بناكل فول وطعمية وانتوا عندكم قواعد امريكية. اصحى لميدان السيدة نفيسة ولا ما شاء الله تبارك الرحمن. مسجد السيدة نفيسة. بالمناسبة انا صليت هنا على والدي صلاة الجنازة رحمة الله عليه، ربنا يرحمه. بالمناسبة أنا صلى معايا يوميها أكتر من 5000 بني آدم على أبويا الله يرحمه، عشان كان يوميها كانت الليلة الكبيرة لمولد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها. بالمناسبة يا جماعة الشارع اللي احنا ماشيين فيه ده جديد، ده كان مقابر واتهدمت عشان تتعمل طرق زي ما انتوا شايفين كده وكباري وحاجات زي كده. الله، ده قافلين الطريق كده في الاتجاه اللي رايح للسيدة عائشة. فاحنا
نضطر ناخد المحور اللي عند وهننزل الاوتوستراد من هنا من ورا. هتشوفوا دلوقتي معايا. يا مسهل الحال يا كريم يا رب. زي ما احنا دلوقتي ماشيين في شارع السيدة عيشة، وهنلف ونرجع نتجه لمحور الحضارات عشان ننزل منه على الاوتوستراد. ولو انت لسه مكمل معايا لحد اللحظة دي متنساش تعمل لايك وشير، تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك معايا كل جديد. اخويا وحبيبي، بصوا البحيرة، بحيرة عين السيرة. كنا بنجيها زمان وكانت مفتوحة، اتاخدت زي ما انتوا شايفين كده، اتعمل لها سور بقت بتاعت ناس. احنا بقينا المفروض عشان نخشها بفلوس. ودلوقتي احنا على محور الحضارات تجهيل للاوتوستراد، ونظرا لوقت المشاهدين الثمين هنقص حتة وكده. احنا على الاوتوستراد للتجهيل للدخلة بتاعت المعادي الشهيرة جدا طبعا اللي كلكم عارفينها. بنحاول نسرع الفيديو على قد ما نقدر عشان وقتكم الثمين طبعا. وهي دي هنا هتطلع يمين. اللي جاي اللي هنخش ده هو دخلة المعادي، هو يمين ده زي ما انتم شايفين. طبعا حظنا ان احنا ماشيين ورا العربية النقل دي. الله يديك الصحة، ده انت حديد في حديد يا جدع. بالمناسبة يا جماعة، من أكتر الحاجات اللي بتعجبني هنا في المعادي إن الشوارع واسعة، وطبعا كمية الشجر اللي موجودة وتوفر البنزيمات بمستوى لا بأس به. تحس إن الدنيا جميلة عندهم في المعادي شوية أكتر من عندنا في فيصل. أو مثلا لو بتنزل انت تحس المعادي كده عاملة زي المهندسين، اقرب للمهندسين شوية كشكل من بقية المناطق المجاورة ليها. وبالمناسبة برضو سبحان الله، زي ما بص المعادي جميلة ازاي، هتلاقي برضو جنبها حتة اسمها عرب المعادي، زي ما المهندسين جنبها ارض اللواء وبولاق والكلام ده. ولو لسه مكمل معايا لحد هنا ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اخويا وحبيبي، بنسمع اذان العصر. الله على جمال الشوارع، تحفة تحفة اقسم بالله ما شاء الله. تحس ان انت ماشي في جامعة الدول عادي. في المهندسين عندنا كلها شبه بعضها. بصوا يا جدعان، اللي قاعد جوه العربية دي الولد اليوتيوبر اللي اسمه شريف نبيل. اعرفه بشوفه، اللي بيسافر وبيلف انكر بقى يا شريف نبيل، متقدرش. بالمناسبة انا عرفته من البندانة اللي لابسها دي. ركنت يا جماعة، نزلت سلمت عليه، لذيذ جدا. كده رجعنا على الاوتوستراد تاني. انا مش عارف ايه اللي خلاني مشيت الطريق اللي قابلت فيه شريف ده، بس نصيب اللي هو نصيب.
قفلت الكاميرا وشلتها ورحت سلمت عليه ومشيت. سبحان الله. بالمناسبة يا جماعة أنا دلوقتي متجه إلى زهراء المعادي، بوصل برضو اوردر تاني لعميل تاني، طالب محفظة كده من محل في وسط البلد، فخدناها واحنا ماشيين وبنوديها له. الطلعة أو اللفة اللي جاية على اليمين دي، أيوة اللي طلعناها دي، هي اللي هتوصلنا للزهراء. زي ما انتوا شايفين الطرق في المعادي خضرة، بعد كده صحراوية جميلة، الطريق ممتع. بص العربية المتخطة وحشة اوي. زي ما احنا متجهين في طريقنا لزهراء المعادي. بسم الله. معلش يا جماعة، عفوا البطارية فيديو، ركبنا بطارية تانية للكاميرا. وكل سنة وانتم طيبين. زي ما احنا ماشيين بنتفرج على شوارع الزهراء الجميلة، مدرسة SLS، شوارع زهراء المعادي. بالمناسبة يا جماعة الفيديو ده متصور 26 رمضان، بس أنا قاعد في المونتاج دلوقتي أول يوم العيد، فكل سنة وحضراتكم جميعا طيبين. معلش أنا قلتها كذا مرة بس عشان لساني متعود عليها. وزي ما احنا ماشيين يا جماعة بنتمشى في أجواء المعادي الجميلة، بس هي تحس ان هي مش صحراوية اخر حاجة، ومش برضو اشجار اكتر حاجة، بس احنا كده بالظبط نعتبر على اول طريق على اول طريق السخنة عفوا. الشمس طبعا مضايقاكوا، وطبعا لحد دلوقتي انا بلف معاكم في المعادي في الزهراء. زي ما انتوا شايفين الاجواء، محلات طبعا براندات عالمية وتقريبا دي بنفول منها قبل ما نمسك طريق السخنة على طول. نبتدي نسرع الفيديو شوية عشان تشوفوا معايا الطريق وجماله. لحد هنا انا كنت بتمشى بشكل عشوائي، بس في اللحظة دي انا قررت انزل المعادي عند العرب ادور على صاحبي صديق عمري محمد هاني، فهنضطر نركن بقى ثواني كده، نفتح الGPS ونشوف هنعمل ايه او هنوصل له ازاي. بس يا جماعة قبل ما نروح لصاحبي هنروح فورتي داش نجيب بن عشان بعد الفطار، عشان البن عندي في البيت خلص، مع ان اخر مرة او اخر مرتين البن عنده ما كانش احسن حاجة، فهنجيب منه وندوق واقول لكم ايه الكلام. ويا ترى ده شاري صفقة الاسكوترات دي ولا سارقها؟ نبقى معلمة اجيب شوية بن بس بعد اذنك، الله يسترك. جينا تاني عند فورتي داش، رغم اننا بقالنا كذا مرة بناخد على وشنا وما بناخدش بن كويس،
بس هنجربه اخر مرة بقى قدامكم اقسم بالله. هنفطر ونشرب كوباية من البن اللي احنا هنجيبه، عجبنا هنيجي ناخد رباية تانية قبل العيد ان شاء الله، ما عجبناش هنبطل نتعامل معاهم خالص. السلام عليكم. بقول لك ايه؟ قول على طول. ازيك يا باشا؟ في بعت الكاميرا يعني عشان ما نعرفش نكلمك، عشان بسوق بس بعمل بيها رايدات. لا عشان اول ما نيجي نضرب اهو اول ما اجي اعمل حادثه والله ابقى عشان اول ما اضرب على انا عملت اتصور. ايه. ايه اللي حصل؟ عملت ايه؟ اخر مرتين انا خدت بني يابا اي كلام. لا مفيش الكلام ده والله حصل. لا بس يبقى عشان كده. طب يبقى اديله بقى فاتح صدر. ماشي برضه. قول لي بقى هنعرف ندفع فيزا ولا انستا؟ في انستا باي وفي كاش وفي فيزا. انت عايز انهي؟ اللي انت عايزه عادي. انستا باي اسهل. ماشي. ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا. السلام عليكم. كده احنا عايزين نروح السوق الحضاري وهننزل له من على اوتوستراد. تمام جدا. حط البن ده كده جنب حاجتي. هنجرب البن بعد الفطار بقى وهنقيمه سوا ان شاء الله. هنقول لكم فورتي داش. عارف اقسم بالله زمان كنت بشتري من شاهين اللي في الدق بن شاهين. بن كده اسمه بن سبيشال مش عادي، اللي هو فوق العادي على طول اسمه بن سبيشال ممتاز. اول مره تاني مره اشتريت بتاع 3 مرات. البن لطيف جدا وجميل وعامل معايا فوق الصح. مره واحده لقيت البن بقى رديء، بطلت اتعامل معاه بقى من ساعتها. بقيت اجي يا اما الفورتي داش ده يا اما البن العميد، برضو ممتاز الصراحه العميد. بس ده في حاجه بتدمن. شكرا يا عم معلمين. الحمد لله. عايزين ننزل بقى السوق الحضاري نسأل على البتاعة بتاعت الكرسي دي عشان لو كده لمه النهارده واقعد امنتج الفلوجين دول، الفلوج ده والفلوج التاني. ايه ده راجل صاحب مزاج قاعد في بيته فاتح الشاشة ومشغل الفلوج، لف مصر كلها معاك مثلا في ساعتين ولا في ساعة ونص وهو قاعد على الكنبة يا باشا. شاف احداث اليوم كله بالنسبة لك في ساعة ولا في ساعة ونص على حسب. احنا هننزل من النفق وهناخد شمال، بقينا في الاوتوستراد الاتجاه اللي هيرجعك تاني ناحية ايه. وبعد كده ماشي خش على النفق. وبعد كده هنلف ونرجع عشان نخش السوق الحضاري. هتتبسطوا منه جدا السوق الحضاري، واحتمال الناس تطلب مني. السلام عليكم. في زي دي؟ ما هي التقيلة اهي والكسر. ما هي دي التقيلة اهي والكسر. هما كذا مقاس. اصغر من دي؟ لا نفس المقاس. نفس المقاس بتاع دي صح؟ هيقسم لك على بعض. تمام. لا مصدقك. وبكام الكراسي دي؟ ان شاء الله تبارك الرحمن. وبعتها لي يلا بره بسرعه. بسم الله ما شاء الله. ربنا يجعله رمضان كريم عليكم يا رب. رب علينا وعليك. بس ده اغلى من ده. الله ينور. عشان لما تيجي تقفل لا عندي شلت بتوع دي خلي. معاك زياده. ماشي يا زياده عم مش اخوك. هيزعلوني. اتشرفت بيك يا عم هي اللي امير. اتشرفت بيك. مش سعيد يا باشا. شوف كده سماعت. لا انا اتصل عشان انا بحاول عند اخويا. السلام عليكم. كده احنا ناقصنا نروح نجيب اكل العصافير من سوق الجمعة وبعد كده نرجع على المنطقة نغير زيت. طب ايه هتعملها ازاي دي يا محمد؟ تعال ننزل ياض عكسيون ماشي ونشوف بعد كده هنعمل ايه من ورا. تعال. بص كل ده لسه ماشيين في السوق الحضاري. جوه
شغل وبره شغل مستعمل لوكال، واسعار رخيصه جدا، مكاوي مش عارف ايه. بص الحته دي وانت نازل من الاوتوستراد عايز تلف وتخش سوق الجمعه، وتخش تلف من الاباجيه زي ما هتشوفوا معايا دلوقتي بالظبط. يمين الجاي مع العربيات دي زي ما احنا في شوارع الأباجية المجنونة جدا، كلاكسات في كل حتة، الناس ما بتبطلش دوشة. الحاج عامل ايه؟ دايما يا رب. 2 الانضف اللي هناك صح؟ 2 كيلو ونص على بعض ولا كل حاجه؟ لا كل حاجه لوحدها يا معلمي. ودي 30 يبقى 210. ودلوقتي احنا بنتمشى في سوق الجمعة اللي ما ينفعش تمشي فيه يوم الجمعة غير على رجلك، ما ينفعش موتوسيكلات، ما ينفعش عربيات، صدقني هتزعل نفسك. ميدان السيدة عيشة اتحول تماما عن اخر مرة كنا فيها هنا، اللي بقى مكانه حيطان ده. الشمس قبل مرحلة الغروب بشوية، يا رب تكون بعتت الرقم عشان نلحق نتصل نعمل اوردر الفطار. 1% مش هنلحق. معجب اوي انا بالمنطقة دي او بالمباني دي، بحبها جدا. لا حول ولا قوة الا بالله. على الزحمة والتليفون فصل ولسه عايز اروح الفطار. بغض النظر احنا ماشيين دلوقتي في ظهرنا عين السيرة ونازلين على نفق الملك الصالح في اتجاهنا لشارع فيصل. زي ما انتوا شايفين الزحمة، بس احنا بنحاول نسلك نفسنا بالموتوسيكلات. يا ريت اخواننا بتوع العربيات يقدروا ان احنا المواتير اللي احنا راكبينها دي بتطلع نار بين رجلينا، فعايزين ننجز الطريق عشان ننزل ونرحم نفسنا منها. كده اشترينا حاجات ب 210 و300 القعدة بتاعت الكرسي، كده 510 260 دول يبقى 770. قول 500 و270 770. طب نروح نفسك ليه؟ ماشي. زي ما انت سامع كده يا اخويا وحبيبي، الواحد ماشي يكلم نفسه من كتر المصاريف. ومرة لو انت لسه معانا متنساش تعمل سبسكرايب وتشغل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد اخويا وحبيبي. كده احنا في الجيزة. معلش بقى سامحوني داخلين على ميدان الجيزة وطلعنا كوبري فيصل. اقسم بالله انتوا احلى واغلى متابعين في الدنيا، انا بحبكم في الله. ده شارع فيصل زي ما انتوا شايفين بأجواء وزحمته وجماله والشوايات والموتوسيكلات والناس اللي بتعدي الطريق. مستحيل تنزل شارع فيصل وما تقابلش 5 6 10 آلاف واحد سوداني. اقسم بالله منورين بلدكم التاني، مش التاني يا عم الاولاني. انا بحبكم في الله. ده شارع ال20، بنخش من هنا كده وبنخرم من حته كده على الشمال اهي، زي ما احنا داخلين كده ورا الالنترا.
الحتة دي اسمها السبعة. القهاوي والأجواء الرمضانية الجميلة بيستعدوا بعد الفطار عشان الناس تنزل تشرب القهوة بتاعتها. ده شارع ال40 وده شارع المساكن. بس ده انتوا يا ساتر على الورش اللي هنا دي، شوية متخلفين اقسم بالله. بيركنوا قصاد الورشة يوقفوا طريق كامل، يوقفوا مثلا 20 راجل عشان واحد عايز يعدي، 20 راجل يقعد يجي يعطله بقى يوقف. خلاص فاضل ربع ساعة الفطار ولسه ما طلبتش اوردر الفطار، اعصابي مشدودة شوية بس الله كريم ان شاء الله خير. بس الراجل اللي عدى ابو علبة كحك ده، بصيت في علبة الكحك لا تكون ام 39,000 جنيه بتاعت اكسبشن، انا ممكن اغتاله فيها. اللي هو انت جايب كحك ب 39,000 جنيه ليه؟ ده انا احط 39,000 جنيه وافتح فرن واكل بسكوت وكحك بقيت عمري ببلاش. اوعى. انت عارف ريحه السجاير اللي معلقه عندك؟ بس كده اصحابي وصحباتي لحد هنا خلص الفلوج بتاعنا. يا رب تخشوا الجنة ده اولا، وثانيا اتشرفت ان انا كنت معاكم في الفلوج ده. هو نعم طول مننا شوية بس انا هحاول اعرض لكم كل حاجة زي ما هي، مش هشيل غير اللحظات اللي فيها صمت مثلا، وهسيب برضو الحاجات اللي فيها فنيات في السواقة وهنطلع نتكلم عنها طبعا في المونتاج. ويا رب دايما بخير وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. وبهدلكم اغنية والله لسه بدري والله يا شهر الصيام. ده المكان اللي احنا طلعنا منه الصبح. سلام.